مرحبا بكم في قناة ليل. أتمنى أن يجدكم مقطعنا هذا في أتم الصحة والعافية. هيا لنفك شراعنا، وكالعادة لا ننسى الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حلقة هذا الأسبوع من مسلسل حب لا حدود كانت حلقة مميزة حقا، على قدر ما هي قليلة الأحداث على قدر ما تحبس الأنفاس، خصوصا قفلتها، فهي حقا قفلة تليق بالمسلسل، لا سيما وعطلة رأس السنة قادمة، ومعروف أن المسلسلات التركية تتوقف لفترة في بداية كل سنة جديدة. مشاهدينا الكرام، تركت الحلقة وراءها مجموعة من الأسئلة، أهمها: من هو المنقذ لخليل إبراهيم؟ وكيف سيحدث ذلك؟ وهل فكرة سيوفق في قيادة الجماعة؟ لا سيما الذئاب محيطة به والكل مترقب له. وماذا سيكون رد فعل آسيا على ذلك؟ وماذا بخصوص نورسيما؟ إلى متى ستبقى في بيت آسيا؟ هذه الأسئلة وأكثر نجيب عليها في مقطعنا هذا. أما بخصوص منقذ خليل إبراهيم فالجميع يتكهن بأنه سيكون كورد أوغلو، وبهذا سيدخل ضمن أحداث المسلسل، وأنا أستبعد ذلك، خاصة وأن الشركة المنتجة لم تعلن على أي انضمام للمسلسل في الحلقات المقبلة. ومن المرجح أن الخال درويش وضع رجالا في وسط القصبة هم من سيتدخلون لإنقاذ خليل إبراهيم، وقد أشار إلى ذلك عندما كانوا خارجين من المنزل وسأله عثمان إلى أين، فقال إلى خليل إبراهيم، سواء أخذناه حيا أو أخذنا جثته، أي أنهم سينقذون خليل إبراهيم إذا أحضره يلماز إلى وسط القصبة ليعلقه، سواء كان حيا أو ميتا إذا أحضره يلماز ميتا من البداية، وبذلك سيأخذون فقط جثته قبل أن يجتمع أهل القرية. أضف إلى أنه في نهاية الحلقة لم يظهر أصدقاء خليل إبراهيم في المنزل، فغالبا كانوا يتمركزون في وسط القرية استعدادا لقدوم يلماز. أما فكرة ليتو فكونه زعيم للجماعة أغضب الجميع، ولكن خوفهم من يلماز جعلهم يتقبلون الفكرة. لكن مع عودة خليل إبراهيم في الحلقة المقبلة ستتعقد الأمور أكثر، خاصة وأن فكرة يرحب دائما بأفكار خليل إبراهيم، وهو ما لن يعجب الجميع، وفي مقدمتهم آسيا ليتو التي ستفعل كل ما في وسعها لإنزاله، أي إنزال فكرة من العرش. ونتوقع أنها هذه المرة لن تسند عملها إلى غيرها، وستتقدم بنفسها للقضاء على خليل إبراهيم عن طريق فخ من خلال نورسيما، لكن خطتها غالبا لن تنجح، وخليل إبراهيم سيأخذ نورسيما إلى جانبه. مشاهدينا الكرام، نود التأسف حقا عن الغياب الطويل عن قناتنا، ونود أن نسألكم عن المسلسلات التي تودون إيجادها في قناتنا، وكذلك لا تنسوا دعمنا بالإعجاب بالمقطع لمساعدتنا على العودة بشكل أقوى إن شاء الله.